ايه اخبار التوأم يا دكتور؟ كويسين، بس في واحدة طلعت معاقة مش هتقدر تمشي. ايه؟ ما تسكتي البت دي. لا، البت دي ملهاش عندي حاجة، هي ما تعتبرش بنتي اصلا. مش كفاية ان هي طلعت معاقة؟ خلاص بقى قلنا اسكتي اسكتي. يلا غوري في 60 داهية. روحي في 60 داهية كاتك القرف. شاد، سرحتي شعرك؟ لا. طيب ما تسرحيه. مش عايزة. طب هسرحهولك. لا. في ايه يا شهد؟ مفيش. ورد، سرحتي شعرك يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما سرحته. طيب تعالي يلا عشان تاكلي وعشان تروحي المدرسة. ماشي. يلا تعالي. يلا يا ورد اقعدي. طيب استني يا ماما. يلا يا شهد تعالي. يلا يلا يا شهد تعالي اقعدي. اقعدي يا اختي. ورد، مش قلتلك 100 مرة البت دي ما تجيش تفطر معانا؟ ليه يا بابا؟ ما هي اختي، هتفطر امتى يعني؟ احنا رايحين المدرسة. يلا يا شهد عشان نروح المدرسة. هاتي الشنطة بتاعتك همسكها لك عشان ما تتعبيش يا اختي. مع السلامة يا وردي يا حبيبتي. مش قلتلك 100 مرة ما تمسكيش شنطة اختك دي؟ اديها لها. لا يا ماما عادي، انا همسكها لها عشان هي اختي وكمان عشان ما تتعبش. مش كفاية يعني ان هي قاعدة على كرسي متحرك؟ يلا مع السلامة. يلا يا شهد يا اختي، انا هسيبك هنا على ما اروح اشتري حاجة حلوة من الكانتين، ماشي؟ وهجيب لك حاجة حلوة معايا كتير قوي. ماشي. بس يا ولدي يا اختي، انا خايفة لحد يتنمر عليا او حد يزقني من على الكرسي. لا ما تخافيش يا اختي، انا هاجي على طول. ماشي يلا انا هاجي على طول. ايه البت دي؟ قاعدة على كرسي متحرك دي ولا ايه؟ البت المعاقة. اوعى يا بت، اوعى يا بت، اوعى يا بت. تلعبي معايا على المربعات دي ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الطوبة دي؟ خدي يا بت في راسك. بوم. اختي ورد، تعالي يا ورد الحقيني. اختي، انت اللي انت بتعمله مع اختي ده؟ امشي امشي يا بنت امشي. دي اختي حبيبتي واللي هاجي ناحيتها انا مش هسيبه. ما تزعليش يا اختي، انا مش هسيبك تاني، مش هسيبك تاني يا اختي. لما اجي امشي هاخدك معايا يا حبيبتي في كل حته، ما تزعليش. يا ورد، الدنيا كلها قاسية عليا ما عدا انت يا ورد. اروح فين؟ بصي يا اختي، دي انا وانتي، انا بحبك جدا يا احلى اخت. انا كمان. ورد، شهد، بتعملوا ايه؟ انا برسم يا ماما. بصي الرسمه دي انا رسمتلي انا واختي. ايه القرف ده؟ امسحي البت التانية دي. انت عسل بس لوحدك يا ورد يا قمر يا قلبي. وريني كده. ايوه، امسحي البنت اللي جنب الشمس اللي ورا دي، معفنة معفنة. شاهد، انا هطلع انام، هتنامي ولا لا؟ طيب هنام. طيب يا حبيبتي تعالي يلا هسندك عشان انامك على السرير. يلا نامي يا شهد، نامي يا شهد يا اختي. هاتي بقى الكتاب.
انت اختي يا شهد وماليش غيرك في الدنيا. هطلع انام. تصبحي على خير يا شهد، وانتوا من اهله يا اختي. يلا انا زهقت منك، غوري غوري. لا، هموتك واخلص منك. لا، انت بتعملي ايه؟ ابعدي. بتعملي ايه يا ماما في اختي شهد؟ سيبيني انا اخلص منها خلاص. يا ماما ابعدي ابعدي. انت هتعملي ايه في اختي؟ انا هموتها عشان اخلص منها، زهقتني في حياتي. لا، اختي تعالي. اقعدي يا اختي اقعدي، احنا هنهرب. يلا يلا يا اختي. تعالي يا اختي تعالي. يا ماما يا اختي كانت عايزه تموتني. لا لا، ما كانتش عايزه تموتك. لا لا، انا عارفه يا وردي يا اختي، انت مش هتعرفي تكذبي عليا. انا بحبك يا اختي وماليش غيرك في الدنيا، وانا ماليش غيرك في الدنيا يا وردي يا اختي. خلاص احنا هربنا ومش هنرجع البيت تاني، مادام ابونا وامنا قاسيين كده عليكي، حتى برضو لو مش قاسيين عليا انا، بس مادام هم قاسيين عليكي يبقوا قاسيين عليا. انا وانتي من نفس اللحم والدم يا اختي، انتي من لحمي ودمي وقلبك هو قلبي. وعمري ما اقدر استغنى عنك. ورد، انا عطشانه قوي. طيب يا اختي انا هروح المحل اللي جنبنا ده وهجيب لك ميه، انتي واقفه جنبي اهو ما تقلقيش. عمو عندك ميه؟ عندك ميه يا عمو؟ ايوه يا بنتي عندي ميه، خدي يا حبيبتي خدي. بس انا معيش فلوس، اعمل ايه؟ انتوا حكايتكم يا بنتي، انا شايفكم من بدري وانتوا واقفين هنا وقاعدين تعيطوا في ايه؟ هي دي اختك ولا ايه؟ ايوه دي اختي وروح قلبي وكل حاجه في حياتي، بس احنا خرجنا من البيت في وقت متاخر قوي ومش عارفين نعمل ايه ومعناش فلوس ولا اي حاجه، واختي عطشانه وانا مش عارفه اجيب لها ميه منين. ممكن اخد ازازه ميه منك وهبقى اجيب لك الفلوس وارجعها لك في اي وقت عشان خاطري؟ ايوه طبعا يا بنتي، خدي ازازه الميه اتفضلي. شكرا بجد ليك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. عفوا يا حبيبتي على ايه؟ خدي يا اختي يا حبيبتي، خدي يا شهد، خدي اشربيها كلها، انا مش عايزه. ماشي يا اختي. انتي اختي وكل حاجه في حياتي وعمري ما هستغنى عنك. طيب انا دلوقتي بقى اروح البيت عشان الوقت اتاخر، اخد الجريده دي واقفل المحل. يلا انا همشي. ايه ده يا بنات، انتوا لسه واقفين هنا؟ ايوه احنا مش عارفين احنا هنروح فين. طيب يا حبيبتي، هو انتوا هربتوا من البيت ليه اصلا، ولا مشيتوا من البيت ليه كده في وقت متاخر؟ انا هقول لك القصه يا عمو. بابا وماما كانوا بيقسوا على اختي عشان هي معاقه، وانا ما قدرتش اتحمل كده، وانا بصراحه خدت اختي وهربنا يا عمو. عشان ايه؟ ما نقعدش مع امنا وابونا وهم بيقسوا على اختي كده. يعني اختك معاقه يا بنتي؟ ايوه يا عمو، عشان كده هي قاعده على كرسي متحرك. ياه، هي معاقه كده من امتى؟ من زمان ولا من ساعه ما اتولدت ولا من امتى يا بنتي؟ ايوه هي من ساعه ما اتولدت وهي كده، احنا توأم واتولدنا مع بعض. اختي هي اللي طلعت معاقه وانا طلعت سليمه، يا ريتني انا اللي كنت طلعت معاقه بدلك يا اختي. طيب يا بنتي، الشقة دي يعني فيها دكتور شاطر جدا، دكتور عظام ودكتور يعني شاطر جدا، مقولكيش انا هقوله وهخليه يعالج اختك وهخليه يعني يعمل لها العملية. ايه ده بجد؟ هو في دكتور ممكن يعمل لاختي عملية وتخليها تمشي؟ ايوه يا بنتي فيه. طيب عشان خاطري قوله. طيب يا بنتي هرن على الجرس دلوقتي، بس يا رب يكون صاحي بس. دكتور احمد. مين اللي بيخبط؟ انا يا دكتور احمد، انا دكتور احمد. عم فوقت؟ طيب انزل افتح له. اهلا، ازيك يا عم فوقت؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك؟ مالك جاي متاخر ليه كده؟ الوقت متاخر جدا. بصراحه كان في بنت كده انا عايزك تشوفها. بنت مين؟
تعالى بس معايا، تعالى معايا يا أستاذ أحمد. بص البنت دي احكي له بقى قصتكوا يا بنت، احكي له. طيب ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا بنتي. في ايه؟ احكي. اختي دي اختي شهد معاقة وما بتعرفش تمشي، وبابا وماما كانوا بيقسوا عليها، فانا خدتها وهربنا من البيت عشان ماما كانت تعمل حاجة فيها، كانت تعمل حاجة وحشة في اختي، كده تعمل فيها حاجة وحشة وكده، فانا خدت اختي وهربنا ومش عارفين هنروح فين. بس عمو الطيب دون قال لي ان انت دكتور شاطر وبتعمل عمليات وكده، فانا كنت عايزاكي تعمل لاختي عملية عشان خاطري خليها بس تمشي، خليها تمشي يا دكتور، خليها تمشي. انا كل اللي عايزاه منك ان انت تخلي اختي تمشي، مش عايزة حاجة غير كده، حتى لو تاخدوا عظمة رجلي وتحطوها لها، بس المهم ان هي تمشي يا دكتور. ما تخافيش يا اختي، انا جنبك في كل حتة ومش هسيبك ابدا. والله يا دكتور احمد البنت دي صعبت عليا قوي، والله انا مش عارف اعمل ايه، راجل عجوز وغلبان والبنت دي صعبت عليا. ما تخافش يا عم فؤاد، ما تخافيش يا حبيبتي، خلاص انا هعمل لك العملية يا حبيبتي. ايه ده بجد؟ ايوه يا حبيبتي، هعمل لاختك العملية عشان خلاص تمشي بقى وكده، وكمان يعني صعبت عليا قوي اختك. حسبي الله ونعم الوكيل في امك وابوك يا بنتي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هعمل لك العملية وهخليكي تمشي تاني. شكرا. انا الدنيا كلها كانت قاسية عليا الا انت يا اختي، انت اللي وقفت جنبي وكنت ضد الناس كلهم اللي بيقسوا عليا. انا بحبك قوي يا اختي، وانا اكتر يا شهد يا حبيبتي، بحبك قوي. خلاص بكرة ان شاء الله هعمل لك العملية وهتمشي يا حبيبتي خلال شهر قريب جدا، يعني هتمشي. بجد شكرا لك قوي. العفو يا حبيبتي، على ايه؟ وكمان انا عايش في الشقة دي لوحدي، وفي شقة تحتية الشقة دي هاخدكوا وهخليكوا تعيشوا فيها. ايه ده بجد يا دكتور؟ ايوه يا حبيبتي، انا عايش في الشقة اللي فوق دي، هاخدكوا وهخليكوا تعيشوا في الشقة اللي تحتية، هي فاضية مفيش حد بيعيش فيها، عشان خلاص انتوا هربتوا من البيت ومفيش حد يعني ليكوا وكده، فانا يعني هتبرع ليكوا وهبقى كفيل ليكوا وكده، يعني هدفع لكم الفلوس وكل حاجة، فلوس المدارس والاكل والشرب وكل حاجة، اكن ابوكوا كده يا حبايبي. بجد يا دكتور؟ ايوه يا حبيبتي، ما تقلقوش خالص، هعمل لاختك العملية وهعيشكم احسن عيشة. شكرا بجد والله يا دكتور احمد، انت طيب قوي. خلاص يا عم فوقت، روح بقى شوف حالك. ماشي يا دكتور احمد، شكرا. فرحانة يا اختي، خلاص الدكتور عمل لك العملية وهتقدري تمشي تاني يا حبيبتي. فرحانة يا اختي. انت اختي حبيبتي وماليش غيرك في الدنيا، وانت كمان. تعالي يلا هقعدك على الكرسي وهلفك شوية في المستشفى، تفرحي بقى يا اختي خلاص. يلا يا اختي حبيبتي يلا. ايه ده الدكتور احمد؟ ايه ده؟ ايه اللي مخرجكوا كده بره الاوضه؟ ايه اللي مخرجك يا شادي يا حبيبتي بره الاوضه وانت عامله عمليه؟ اختي كانت بتمشيني شويه في المستشفى وكده. ايوه يا دكتور احمد، انا كنت بمشي اختي شويه في المستشفى. ماشي يا وردي يا حبيبتي، بس غلط ان هي تقوم كتير وكده، ده كمان بعد العملية دي لسه عاملة العملية من اول امبارح، مفروض تستريح كده اسبوع كده كامل في السرير، وبعدين بقى تقدر تتحرك براحتها، والعملية ان شاء الله بقى رجلها نفكها وكده والعملية تنجح ان شاء الله واختك هتمشي. بجد فرحانة قوي. انت طيب قوي يا دكتور احمد. تعالوا يلا ونامي يا شهد يا حبيبتي في السرير عشان هقولك على العلاج اللي انت هتاخديه واجيبهولك، وانتي يا وردي يا حبيبتي لازم تاخدي بالك من اختك وتديها العلاج في وقتها وكده. ايوه طبعا دي اختي. خلاص عملت العمليه يا اختي وبقيت تعرفي تمشي، انا فرحانه قوي. وانا كمان فرحانه قوي يا وردي يا اختي، خلاص بقيت اعرف امشي على رجلي. انت حبيبتي يا اختي وانت كمان. يلا بقى يلا هنمشي في المستشفى.